إلى القاهرة مع الصحفي محي الدين هناك لمعرفة الاتجاهات المصرية في ظل هذه المعطيات الجديدة. مصر تراقب بشكل شبه يومي كل الخروقات التي تحدث على الأرض منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. هذه المراقبة وهذا الرصد أيضا للخروقات التي تحدث بشكل شبه يومي خصوصا من الجانب الإسرائيلي تدفع مصر للتأكيد أيضا بشكل مستمر على أهمية الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وهذا ما أكده وزير الخارجية المصري اليوم أيضا في اتصالين هاتفيين مع نظيريه من قبرص واليونان ضرورة الإسراع وتكثيف الجهود الدولية لتشكيل قوة الاستقرار الدولية التي تراها مصر أنها سوف تكون قوة مراقبة لتثبيت كذلك وقف إطلاق النار ومراقبة مدى التزام الطرفين بهذا الاتفاق، وتقوم كذلك بالفصل بين هذين الطرفين المتنازعين. مصر كذلك تكثف من اتصالاتها بشكل يومي مع الوسطاء ومع الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة الإسراع في الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بما تشمله كذلك من انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط المتفق عليها وكذلك حصر سلاح حماس، رغم أن هناك تحديات اعترف بها وزير الخارجية المصري أنه حتى الآن لم يتم التوافق أو الاتفاق على ماهية وشكل وصلاحيات سواء قوة الاستقرار الدولية أو حتى مجلس السلام المزمع تشكيله في قطاع غزة، ولكن هذه الاتصالات تتم بشكل مستمر حتى يتم الإسراع في هذا الأمر الذي تراه مصر أنه الحل الوحيد لوقف هذه الخروقات من الجانبين. شكرا لشبكة مراسلي سكاي نيوز عربية من الميدان.